السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحة بخير. كنتمنى يا ربي الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال. كيف ما سبق لي وعدتكم في فيديو سابق ديال حانوتي في داري أنني غادي نصايب معكم واحد البسكويت ديال التمر، وغادي تكون واحد السلسلة ديال حانوتي في داري، يعني الحوايج اللي كنتقداوهم من الحانوت. كاين شي حوايج ممكن نصايبوهم في الدار، ومن بينهم هذا البسكوي هذا ديال التمر. كنت قلت لكم راه بنتي كيعجبها بزاف ولا صايبته غادي نشاركو معاكم، وعاد جات الفرصه انني صايبته. اقتصادي وسهل، وتناكل شي حاجه اللي هي صحيه تعطينا كميه اكثر. اول حاجه غادي نشارك معكم هي العجينه ديال التمر. غنسبقها هي الاولى باش نحتفظ بها على جنب. انا هنا عندي نصف كيلو ديال معجون التمر. غادي نضيف ليه واحد الملعقه ديال القرفه ومعلقه كبيره ديال الزبده بحراره المطبخ، وغادي نضيف كاس ديال الزنجلان يكون محمر واحد شويه ماشي بزاف. ممكن نعوضوه بكاس ديال اللوز اولا كاس ديال الفول السوداني اللي هو كاوكاو، وممكن نستغناو عليه نهائيا نخليو غير التمر. تتعجبنا انا ديك التقرميشه ديال الزنجلان اولا لا كان اللوز حتى هو نديروه تيجي زوين مع التمر. غادي ندير واحد النسمه ديال المزهر. كما تنعرفوا المزهر كيتواتى مع التمر. صافي غادي نعجن التمر ديالي هو الاول، وغادي نشكلو على شكل حرابل وغادي نحتفظ به على جنب. عاد غادي نمشي نخلط العجين. العجينه حتى هي ما فيهاش شي مكونات بزاف. غادي نحتاج ليها ربعه ديال الزبده ديال فاميليا ولا ديال الدا، وممكن نستعملوا حتى زبده عاديه ديال المارغرين. وعندي فيها 2 بيضات وكاس ديال السكر الثقيل وكاس ديال الزيت، وكنستعملوا فاني للتنسيم و2 شاشي ديال الخمارات. ممكن نستعملوا غير شاشي وحده اللي ما بغاش البسكوي ديالو لانه يجي منتفخ. انا هنا استعمل 2 شاشيات. يعجبني البسكوي يجي منفوخ شويه خامر. الدقيق تيبقى على حسب الخليط. وهذا البسكوي هذا ممكن نفندوه في سكر كلاصي وممكن نخليوه عادي على حسب الرغبه ديال كل واحد. انا هنا في النهايه راني كنت شي حاجه قليله فنتها عفوا في سكر كلاصي، شي حاجه خليتها هكاك عاديه. المهم نتوما معايا وانا كنجمع في العجينه ديال التمر هي الاولى. عاد غادي نمشي نعجن العجين ديالي ان شاء الله.
كان هذه هي النهايه ديال الفيديو ديالنا. كيف ما شفتوا هذا هو البسكوت ديالنا جا على هذا الشكل هذا. بالنسبه للتقطيع ممكن نقطعوا على هذا الشكل هذا مربع اولا نقطعوا على شكل مائل، كتجي رطبه وهشيشه. كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. الطريقه راها كانت واضحه في الفيديو. كنفتحوا العجينه وكنحطوا العجينه ديال التمر كنجمعوا عليها، وملي كنبداو نقطعوا كنديروا واحد 3 ديال الشرطات ما كنوصلوهمش حتى لتحت، غير كنبينوا التمر وعاد كنقطعوا. الحجم تيبقى اختياري على حسب الرغبه ديال كل واحد. بغينا نفندوهم في السكر كلاصي كنفندوهم، بغا نخليهم هكا عاديين كنخليوهم. كتجي رطبه بزاف وهشيشه ومذاق رائع. جربوها راه غادي تنفعكم لوليداتكم. ولا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك، واللي اول مره يشوف القناه ديالي اشتركوا وفعل الجرس باش توصل بالجديد. وكنقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، الى فيديو قادم ان شاء الله.